ذاتها أعزائي المشاهدين، تتمة لسلسلة تاريخ المغرب المرابطون. تجدون الحلقة السابقة في أعلى الشاشة يسارا. أما فيديو اليوم فهو يتحدث عن عمل يوسف بن تاشفين على نشر وتدعيم المذهب المالكي عبر إمبراطوريته داخل المغرب الأقصى، أي المغرب حاليا، ثم المغرب الأوسط أي الجزائر. أصبح المذهب المالكي الأساس العقائدي والسياسي للدولة المرابطية أيام يوسف بن تاشفين، فتمت الدعوة للزهد والإرشاد والإصلاح الأخلاقي وفق مبادئ الشريعة الإسلامية، أي تماشيا مع كتاب الله القرآن والسنة النبوية. وعمل الفقهاء على الوقوف في وجه المذاهب المتطرفة ومحاربتها كالشيعة والخوارج والبرغواطية، ونظمت الحياة السياسية والاجتماعية بأن تم إصلاح ضرائبي مبني على الشرع الإسلامي، ألغيت بموجبه أية إتاوات خارج ما يحدده الشرع، وتم تطبيق كل ذلك على المناطق المفتوحة التابعة للإمبراطورية المرابطية على عهد يوسف بن تاشفين. وقد استند القضاء أيضا في الأحكام على ما أتى به المذهب المالكي. ولدينا هنا بين أيدينا نص تاريخي مأخوذ بتصرف عن القاضي عياد السبتي في كتابه المدارك. يقول هذا النص: كان مالك بن أنس ناهجا في الأصول مناهجها، مرتبا لها مراتبها ومدارجها، مقدما كتاب الله ومرتبا له على الآثار، ثم مقدما لها على القياس والاعتبار، تاركا منها ما لم يتحمله عنده التقاة العارفون بما يحملوه، أو ما وجد الجمهور والجم الفقير من أهل المدينة قد عملوا بغيره وخالفوه. ففكرة النص هنا تتحدث بالخصوص عن تقيد يوسف بن تاشفين للمذهب المالكي السني، وأن جميع الأسس العقائدية والسياسية والقضائية في الدولة المرابطية مستمدة منه تبعا للقرآن والسنة النبوية، وما وجد فيه من لبس أو اختلاف فيتركوه لا يتبعونه. وشيدت في هذا المضمار مجموعة من المساجد في عديد من الحواضر والبوادي داخل المغرب الأقصى وخارجه، فكان من أهم ما تخلف منها مسجد تلمسان الشهير أو المشهور بزخارفه البديعة، تسمى صومعة المسجد المرابطي بتلمسان نسبة للدولة المرابطية التي أبدعت في تزيين هذا المسجد، إلى جانب توسيع بناء مسجد القرويين بفاس. وكانت هذه المساجد مراكز للإشعاع الديني السني المالكي، أي أنها كانت تدرس فيها جميع الأسس العقائدية للمذهب المالكي السني. وسأسلط الضوء في هذا الفيديو عن مسجد المرابط بتلمسان، الذي يعتبر أقدم مسجد قائم في الجزائر العاصمة، ويعود تاريخ بنائه إلى القرن الخامس الموافق لل11 ميلادي، أي 474 هجرية الموافق ل1081 ميلادية. ويعتقد أنه شيد على أنقاض كنيسة كاتدرائية مسيحية تعود إلى العهد الروماني، ويعد إلى جانب الجامعين الكبيرين في تلمسان ودروما واحدا من آثار القليل المتبقية من العمارة المرابطية. وهو مسجد له 4 أبواب، باب شمالي وجنوبي وشرقي، ويقابله باب غربي. يحتوي على صحن وضع لبيت الوضوء في خارجه الحمام البالي العتيق. مئذنته تناوب عليها المرابطون، ويظهر ذلك جليا على معمارها البهي العتيق المشيد على عهد الدولة المرابطية. وقيل بأنه يحتوي على مدرسة قرآنية ومستشفى ومعسكر للعسكر، تقرأ فيه العادة المغربية، أي الحزب الجماعي وسرد البخاري في شهر رجب وشعبان ورمضان. الجامع الذي بني من طرف أخوين